طب معلش قبل ما تخش في ارتيتا عايز اقول لك حاجه صغيره بس. ايزاك مش نجم. انت يا بص بقى، غير ان انا هتكلم عن الدوري الانجليزي، دوري الفخامه. بص 3 حاجات انا عايز اتكلم عليهم النهارده وهناخد راي بعض فيها. اول حاجه عايزين نتكلم عليها ليفربول من اول السيزون نتائجه مش كويسه، وكانت نتائجه حلوه واداؤه مش كويس، بس النتائج هي اللي كانت مغطيه عليه، بس اخر ماتشين بدا يظهر. دي حاجه هنتكلم عليها لازم النهارده. تاني حاجه جوارديولا حبيب قلبي اللي انا بعشقه الصراحه، انا بعشقه اولا عشان مواقفه الانسانيه الفتره الاخيره وقوفه جنب اخواتنا في غزه، فعشان كده انا بحبه جدا، غير ان هو اداؤه في الملعب مع الفرقه، فانا بتمنى له يرجع تاني، بس انا شايفه عامل كامباك حلو قوي مع السيتي. ثالث حاجه بقى اللي هنتكلم عليها ارتيتا باشا، اللي بقى له 3 سنين بيبيلد اب الارسنال، فانا شايف ان السنه دي المفروض هي تبقى سنه ارتيتا بقى، خلاص انت لازم تاخد الدوري السنه دي، ما خدتش الدوري ارتيتا اخر السيزون وتمشي. فخلينا نبتدي معاك يا رضوان الاول، قول لنا على ليفربول فيها حلو كتير قوي الصراحه. ليفربول بدات بدايه كويسه جدا على فكره، نفس بدايه السنه اللي فاتت، اول 3 4 5 ماتشات انت بتكسب كله. السنه اللي فاتت نفس الكلام، بس خسروا من نوتنجهام، ده كان السنه اللي فاتت. السنه دي بداوا برضو بدايه ان هم الفرقه الوحيده اللي كسبت تقريبا من اول ماتشات، بس كان باين قوي ان الاداء مش حلو خالص، مكاسب كلها في الدقيقه 90 بالظبط كل حاجه. مع كمان ان خلي بالك السنه دي في لعيبه كتير قوي مش في لسه مش في البيك بتاعها. انا بالنسبه لي برضو فان دايك مش زي فان دايك السنه اللي فاتت طبعا. فخر العرب ابو صلاح، لا السنه دي ابو صلاح لسه مش ما عملش حاجه. طبعا انا كده واثق انه هيرجع ويعمل كل حاجه. وفي برضو انا بالنسبه لي برضو كون ان هو في حاجه انا ممكن اكون رايي مختلف شويه فيها مع الناس، انا كيركز الباك الشمال ده انا مش شايفه، انا شايفه تعبان جدا. لا مش شايفه، انت لغيته لا مش شايفه بجد والله. على قد ما روبرتسون عنده مشاكل كتيره، واخر ماتش بتاع تشيلسي هو غلط فيه برضو، بس انا شايف روبرتسون احسن بكتير من كيركز ده. كيركز ده تعبان مولع. ارن سلوت مش شايف كده. بالظبط. ارن سلوت اصلا مش شايف يعني هو بس الكلام كده، هو اصلا ارن سلوت مش شايف معمل. ارن سلوت غريب جدا الصراحه، انا مش عارف ايه طريقه اللعب. يعني انت ماتش تلعب بالثلاثه اللي قدام 4-3-3، وماتش 4-4-2، وماتش تبقى تلعب بخط دفاع متقدم، ومره ترجع لورا. انا مش فاهم هو بيعمل ايه، الموضوع غريب جدا. وانا بالنسبه لي لا، المشكله فين؟ المشكله انا مشكلتي في حاجتين: سوء اللعيبه فعلا السنه دي. روبرتسون مش موجود، فان دايك مستواه قليل جدا، كوناتي برضو قليل قوي، طبعا جوميز لما بينزل كانه ما نزلش، هو جوميز برضو مش فاهمه برضو، ما بينزلش بالظبط. وطبعا برادلي حلو جدا وقوي جدا، بس طبعا فرق شاسع بينه وبين ارنولد لسه، مع ان برادلي في الدفاع جامد جدا على فكره، وبرادلي هيبقى باك يمين تحفه. وطبعا الناحيه اللي قدام بقى طبعا عندك فيرتس، انت دافع فيه 130، فيرتس ما عملش حاجه، فيرتس لسه ما جاش، فيرتس تقريبا لسه في باير ليفركوزن، لان انت ما فيش في الماتشات من ساعه ما لعب ما عملش غير اسيست واحد من اول ما جه. كواليتي الدوري الالماني بقى، ايه كواليتي الدوري الالماني بالظبط، جاي من الدوري دلوقتي. في واحد لا شايف عكس كده، واحد صاحبنا قال لك فيرتس قبل الفانتزي قال لك ده دي بروين. فاكر القصه دي؟ مش عايزين نعمل ده قال لك واحد ناخد رايه وقال لك ده دي بروين يا جماعه، ده لعيب زي دي بروين بالظبط. لا غريب جدا. ممكن بقى هل هو مش بيلعب في مكانه، هل هو لسه ما اتعودش على الدوري الانجليزي؟ انا برضو سلوت عشان اتكلم في نقطه تانية جدا. اول حاجه فيرتس لسه مش في مستواه. الوحيد اللي اقدر اقول عليه طبعا سبوتسلاي هو احسن. جرافنبرخ حلو بس مش نفس السنه اللي فاتت برضه. مش انا رايي ان هو مش نفس السنه اللي فاتت، بس هم الوحيدين اللي مقدمين اداء. عندي معاه حاجه غريبه جدا، انا شايف ان كيزا السنه دي مهم جدا، سريع. انت عارف انه كيزا، يعني انا لسه شايف احصائيه عاملينها اسرع 3 لعيبه في ليفربول. هتاخدوا مين اسرع لاعب؟ اكيد مش كيزا. مين؟ لا مش كيزا، كيزا الثالث، ليفربول كيزا الثالث، وصلاح الثاني. صلاح الثاني في اسرع من صلاح. مين الاول؟ وده لاعب ازاي برضه لازم اقول ان هو اصلا المفروض روبرتسون. لا ثانيه واحده انا هجاوب لك على السؤال ده. مين اسرع من صلاح في ليفربول؟ اكيد مش جابكو كده جاي من الدوري الالماني. فيرتس جاي من الدوري الالماني. لا مش فيرتس. مين اللي جه مع فيرتس؟ فريمبونج يا راجل. بس ما ده ما بيلعبش، هو ما بيلعبش، هو اصلا تقريبا هيلعبه لما صلاح يمشي في والله لما يمشي. مع ان انا شايف ان فريمبونج يلعب اساسي 100% باك يمين عادي. انا ليفربول عادي، ما مش لازم يلعب خط على الوينج على اليمين، عادي ممكن يلعب باك يمين مفيش مشكله. فانت كيزا من ثلاث اسرع لعيبه عندك. انت متخيل ان من الثلاثه اسرع 2 ما بيلعبوش، اللي هو الاولاني فريمبونج والثالث كيزا ما بيلعبوش، ومطلع كيزا بره قائمه الشامبيونز ليج اصلا. مش عارف ليه انت طب جبته ليه؟ فاهم قصدي؟ دي كانت مفاجاه بالنسبه لي اصلا. انت مطلعه بره القائمه، مش هيلعب شامبيونز ليج معاك.
وكيزا فرق قوي بجد، بينزل على فكره بيعمل شغل. كيزا مش بينزل، لا كيزا بقاله كذا ماتش هو كويس جدا. فانا مستغرب قوي هو عنده مع كيزا، هو مش شايفه برده، ما بيلعبوش غير في الكاراباو والاف اي كاب، ما بيلعبش في الدوري قوي. هو طبعا بالنسبه له جابكو هو دلوقتي الحلقه بيلعب بيها. وطبعا ايكيتيكي وايزاك بالنسبه له طبعا مشكله كبيره جدا. انا الاخر 6 ماتشات هو بيلعب شوط ايكيتيكي شوط ايزاك شوط ايكيتيكي شوط ايزاك، دي صعبه جدا. خلاص ثبت لي ايزاك، وهو ثبته الماتش اللي فات بتاع تشيلسي. وطبعا هيبدا يثبت من دلوقتي ماتش إيزاك هيبدا يثبت برضه، عشان إيزاك ايزاك برضه جاي لك ما لعبش كوره بقاله فتره كبيره. طبيعي. فانا شايف وقوع لاعبين مع برضه سلوت. سلوت الموضوع بالنسبه له صعب جدا. انا مش مثبت طريقه لعب، مش محضر. انا ماتش تشيلسي مثلا انت ما فيش، انت اول 40 دقيقه انت ما رحتش بالكوره على الجون. تشيلسي رايح عليك بكل الكور، ما فيش اي حاجه، انت مش ماسك خط، انت مش ماسك كوره يعني، ولا انت بتقول مثلا بتلعب كاونتر اتاك، ولا انت حتى ده على لاعب دفاع متقدم، لا انت وكل الخطوط بعيده عن بعضها. فانا بالنسبه لي مع ان انا شايف كل المشاكل دي هتصلح بسهوله يعني. ليفربول لو لعيبه ارن سلوت حلو ولا وحش؟ ارن سلوت حلو ولا وحش؟ اجابه واحده. سؤال صعب الصراحه، مع يعني مش هقدر اقول على واحد وحش. هو خد الشامبيونز، هو خد قصدي البريمير ليج السنه اللي فاتت. لا بس قوي سكواد بس السكواد اقوى السنه دي. سكواد ارن سلوت حلو ولا وحش؟ لا مش احسن حاجه، في مدربين كتير احسن منه. يعني يكمل مع ليفربول ولا ما يكملش؟ لا يكمل، مش لدرجه انه يمشي يعني، ممكن. انت رايك ايه بقى على ليفربول عموما، على ارن سلوت وعلى ليفربول؟ يعني اشرح ليفربول كلها. لا انا مشكلتي في، عشان انا رايي عكس رضوان في الحته يعني. عندي كلام كده هقوله، بس ابتدي انت. مشكلتي في ارن سلوت، ومشكلتي في اداره ليفربول نفسها. انا عندي ليفربول، انا اتخدعت ان انا خدت الدوري السنه اللي فاتت، ممكن كان اقوى فريق، بس يعني الفرق اللي تحت او الفرق الثاني والثالث والرابع كانوا ميح خالص، فانا خدت الدوري مش عشان انا احسن منهم بمراحل. احنا ابتدينا الدوري ده او ابتدينا السنه دي، انا عايز اعرف التدعيمات اللي ليفربول جابها. تمام، انت كواليتي في ليفربول كان عندك مين؟ انت كان عندك على اليمين ارنولد، كان عندك على الشمال روبرتسون، وكانوا مكسرين الدنيا مع يورجن كلوب. كان عندك الوينج ليفت مين؟ ماني. انت ماني مشي ما جبتش حد، انت ارنولد مشي ما جبتش حد، انت روبرتسون لو ضاع او لو اتصاب او لو مستوى وحش انت ما جبتش حد. انت كان عندك سواريز مهاجم، جبت مين؟ جبت ايكيتيكي وجبت ايزاك. عايزين وقت ممكن ايه داروين باشا، داروين ده فيرمينيو قصدك مش سواريز؟ لا فيرمينيو قبليه سواريز. اوكي انت بتتكلم عامه. سواريز مع فيرمينيو بعد كده يعني. قصدي كواليتي بتاع ليفربول ان انا كان عندي نجوم يعني. ارنولد لما مشي انا لازم اجيب حد كفاءه، مش زيه 100% بس يديني 70 80%. فريمبونج لسه مش عارف مين اللي بيلعب دلوقتي. برادلي ده كارثه برضه. كيركز الناحيه الثانيه زي ما انت قلت هو كارثه. فانا اللي عندي باك رايت ولا عندي باك ليفت، انا عندي تحفظ على ان انا ما اجيبش سنتر باك جنب فان دايك. كوناتي انا مش شايفه سنتر باك عادي ولا فان دايك وحياتك. لا مش الدرجه دي. لا مش الدرجه دي. على الاقل انت شفت فان دايك، على الاقل انت شفت فان دايك في البيك بتاعه وهو مكسر الدنيا. كان مستواه ايه؟ كان مستوى على فكره السيزون ده برضه مستواه حلو، بس انا بالنسبه لي فان دايك يعني ما بقول لك لا السيزون ده مش السيزون ده ما كانش السيزون ده ليفربول في اول 9 فرق هي اسوأ خط دفاع، داخل فيها 9 اجوان. انت متخيل؟ كله بيسجل فيها 9 اجوان في اول 9 يعني اول 9 فرق في الدوري الانجليزي. ليفربول اسوأ خط دفاع داخل فيه 9 اجوان، فهم مش كويسين خالص. فانا مشكلتي في ارن سلوت ان انت طب انت ليه ما دعمتش النقط دي قبل ما تبدا؟ وليه كيزا بره دايما على طول؟ يعني ايه مشكلته؟ مش فاهم. وايزاك انت عايز تبدا بيه، طب انت ايكيتيكي يعني مش مكسر الدنيا بس بيجيب اجوان لما بينزل، انت ليه مصمم تدخل ايزاك رغم ان هو مش جاهز؟ يعني ايزاك لما بينزل نص ماتش، بينزل ربع ماتش، هو مش جاهز لسه. فلوس يا مارك، جايبه عشان بالظبط عشان جايبه ملايين. ماشي، وانا ايكيتيكي جايبه ببلاش. ايوه انت دفعت في فيرتس وصفقه لسه ما بنتش زيه زي كايسيدو لما بدا في تشيلسي، لما كان في خناقه عليه هو وليفربول فاكر بالظبط. وصفقه 140 مليون ومش عارف ايه والكلام ده كله. عمل موسم مع تشيلسي صفر. كايسيدو بيطلع نار دلوقتي بعد سنه ونص. لا من اقوى اللعيبه. لا كايسيدو حلو. ايوه دلوقتي. فانت فيرتس مستني عليه وقت، فريمبونج مستني عليه وقت، ايكيتيكي مستني عليه وقت، كيركز انت مش جايبه نجم، انت لعيبه دول مستني عليهم لسه، انت مش جايب نجوم. فانت ليفربول عندها فرصه تحفه جدا ان عندها 5 ماتشات الجايين، عندها مانشستر يونايتد، برينتفورد، كريستال بالاس، استون فيلا. عندها ال5 ماتشات الجايين عندها 4 ماتشات هوم. ليفربول وقعت فين في ال3 ماتشات اللي فاتوا اللي هو جالاتا سراي وكريستال بالاس وتشيلسي. 3 ماتشات دول كانوا قوي، بره ملعبها هتنزل تخسر. يعني دول 3 ماتشات يمكن مشاكل في التشكيل ومشاكل. هو ماتش يونايتد اللي جاي هم ولا اللي جاي هو عندها 5 فرق اللي جايين، 4 فرق منهم سهلين، الخامس ريال مدريد هوم ده الخامس. بس عندها ملخص ان عندها 5 ماتشات اللي جايين 4 منهم هتلعب في ملعبهم،
فعندها نفس انها تشم نفسها وتطلع تاني. فاهم؟ العيوب ممكن تبان زي ما بانش اول 5 جولات. فكره ان هي تستقر على اداء حلو او يبقى فيه كيمستري بين اللعيبه دي هتحتاج ليها وقت بالظبط. انت فرصتك عشان في 5 ماتشات اللي جايه. برافو عليك. بس انت عشان خلي بالك النقطه ايه، ان انت مش جايب نجوم في ليفربول. لا بالعكس، انا بقى ضدك في الحته دي. انا شايف ان فيرتس ده كان نجم جاي من بايرن جزء النجم اصلا. انا برضو شايف ان هو جايب سكواد، مش قصدي ان هو يشيل فير، بس انا مثلا مثلا جايب سكواد. انا شايف برضو خرج ايزاك ماشي، وقالت لي صفقات ليفربول واحد كده. فيرتس انت جايبه نجم، ده دي بروين يعني مثلا، ده لا مش لا هو بس جاي مهم جدا. ايوه لعيب مهم. ما هو المهم دلوقتي كان احسن لعيب في الدوري الالماني السنه اللي فاتت. ايوه المهم دلوقتي في 7 ماتشات عمل ايه؟ محصله 0. هو تمام، محتاج ماشي. ايه؟ هو محتاج وقت. كيركز عمل ايه؟ بس انت جايبه مش ما كنتش عارف انه يعمل كده. اي ما انت لعيب، انت جايبه مستني يطلع نار من بقه. انت ما هو مش هيطلع نار. انا مش جايب احسن لاعب في الدوري الالماني لا احطه ايه ده، انا لسه هستنى اللعيب اللي انت جايبه نجم ده اللي تتوقع ان هو يطلع نار، لكن انا جايب لعيب سنه صغير وبوتنشال، لا انا لازم استنى عليه. فاهم قصدي؟ انا مش متوقع ان فيرتس اول ما يجي ده جون واسيست كل ماتش. لا طبعا، بس على الاقل متوقع يلعب كويس. هو لسه ما ايوه 7 ماتشات لعب كويس خالص، عادي، لعيب عادي جدا. كايسيدو نفس القصه السنه اللي فاتت لعب كويس. هو محتاج وقت. فيرتس محتاج وقت. كيركز لسه محتاج وقت. فريمبونج هو ماتش كيركز ده مش محتاج وقت. كيركز ده محتاج يمشي. محتاج يمشي كيركز. انا مش فاهم جايب باك شمال ولا طويل ولا ضخم ولا سريع ولا بيعمل كروسات. انا مش عارف انا جايبه أيوة. اصلا يعني المشكله يعني ولا اي حاجه. لا يعني انا بقول لك لو في ميزه طويل في الكرات اللي من ظهر اللعيب مفيش. عشان ايه يعني؟ كفايه بس دي ده حب كده يعني لله الوطن. انا بقى في النقطه دي يا مارك، يعني انا ضدك في حته ان هو لا. انا شايف مثلا ان فيرتز لا نجم، ايزاك نجم، محمد صلاح نجم، جابكو بيتنجم او عامل نفسه نجم. فانا حاسس ان لا سيبهم من التدعيمات، انا بتكلم بقى المستوى ليه وصل كده. انا شايف ان الاربعه دول كل واحد له طريقه لعب اصلا مختلفه. الاربعه لسه ما لعبوش مع بعض كتير، الاربعه الرباعي. بس الرباعي ده يعني لما نيجي نبص عليه اخر السنه انا متوقع له 100% ان الفرقه دي هتبقى قويه، والرباعي ده هيبقى من اقوى الرباعي اللي موجود في اوروبا، اجوان وتهديف وكده. بس هو مش اني رباعي هو صلاح، فيرتس، ايزاك، جابكو للاسف ده الوحيد اللي مش واثق فيه يعني جابكو الصراحه برده مستواه لحد دلوقتي اول 5 ماتشات او اول 6 ماتشات في الدوري هو بتجيله الكوره يقطم ويشوط. هو جاله في اول ماتشين جاب جون تقريبا واسيست، بعدها خلاص بقى اللي هو اوتوم وشوط، العب مع الناس. لا انا هرقطم وشوط. انت طيب زي تريزيجيه كده، فكرني يقعد الار 2 يحاول فيها 100 مره لحد ما يجيبها مره ينزلها على التيك توك وخلصنا. فاهم؟ فلا انا الحته دي اللي شايفها في ليفربول اللي هو لا اللعيبه حلوه، النجوم كلهم، بس لسه الكيمستري بتاعتهم وما بينهم ما تعودوش على بعض، ما لعبوش مع بعض كتير، محتاجه فرصه اكتر. لا محتاجه فرصه بس عشان انت جايب نجوم. لا على فكره كل واحد جاي لك متنجم يعني. والله ايزاك ده نجم 23 جون في الدوري السنه اللي فاتت. ايوه نيوكاسل برضه بيلعب في نيوكاسل، مش يعني مش هي دي الفكره، مش هالاند يعني مش امبابي يعني. خلي بالك برضه يا مارك انا مش عارف اجيب 4-5 نجوم يعني، مش هجيب 4-5 سوبر ستار في فريق. ايوه انت مش هتعرف تعمل كده. لا بس ايزاك نجم. يعني هجيب انت مش هتعرف تعمل القصه دي. فانا ما استناش انها تنزل تبقى اول دوري على طول. ال5 ماتشات دول يعني ضحك. لا بس اللي كان متوقع ان ليفربول تبقى اول دوري طبعا. تبدا بدايه لان هي اقوى فرقه عامله تدعيمات كويسه ومش جايبه اسامي قليله. فده مش جايبه اسامي عاليه قوي. بس لا بس جايبه اسامي. لا ايزاك ده على فكره هالاند. انت قلت لي هالاند دلوقتي. هالاند لما جالك كان جاي لك منين؟ من جاي السيتي من دورتموند. لا جاي من مش دورتموند، قبلها اللي هي الفرقه اللي كانت سالزبورج. بس هي جاي، بس هو راح سيتي من دورتموند بالظبط كده. فهو اصلا لما جه دورتموند نجوميته خدها في دورتموند. وفي سالزبورج اصلا كان مشهور او كان الناس حطت عليه عشان اللي كان بيعملوا في الابطال. ايزاك بقى انت بتتكلم على لعيب جايب 23 جون السيزون اللي فات، 23 جون في السيزون وبيلعب مع نيوكاسل. فده نجم يا باشا، نجم. هو هداف الدوري كان كام جون عشان ده يجيب لي 23 جون؟ ما عنديش مشكله في ايزاك، اعتبر ان انت جبته كنجم، ما عنديش مشكله. وفيرتس نجم. لا فيرتس مش نجم. وفلوسه ضغطه. لا هو بالنسبه لحبيب طبعا ايه ده؟ ايوه فيرتس الالماني بقى يعني ايه ارقامه السنه اللي فاتت اصلا؟ ايه فيرتس جابه نجم ليه؟ لا هو جاي نجم من فرقته. هو جاي في فرق بين كويس، فرق بين نجم. كان كويس قوي. ايوه ما برضه في فرق ما بين كويس، فرق بين انت جايب نجم. النجم اللي هو كان احسن لاعب في الدوري الالماني السنه اللي فاتت مع ليفركوزن. احسن لاعب ماشي، عمل لك ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. ما هو فانت جايب لعيبه كويسه. ليفربول جايبه لعيبه كويسه، مش جايبه. انا بالنسبه لي مش جايبه نجوم، بس اللعيبه الكويسه دي محتاجه وقت. الكلام ده كله محتاج وقت. اللعيبه الصغيره دي محتاجه وقت. فريمبونج هو ماتش بيلعب ماتش لا. كيركز سيء جدا زي ما انت تقول. انا الاولى بالنسبه لي كنت اجيب سيرد باك جنب يعني يبدل ما بين فان دايك وبين كوناتي. لازم اجيب سيرد باك، لازم اجيب وينج ليفت. طب انا عايز اسالكم سؤال يا جماعه. صعب جدا كده. ليفربول وقع عشان صلاح برضه مش واقع، لان انا شايف صلاح اول ما وقع، لان صلاح السنه اللي فاتت كان بالنسبه لي هو صلاح السنه اللي فاتت كان احسن لاعب بمراحل في الدوري الانجليزي، كاسيستات،
كصناعه لعب بقى كتهديف. هل السنه دي عشان صلاح مش مستواه في ليفربول وقع ولا انتوا رايكم ايه؟ انا رايي في النقطه دي بالذات، لان هو انا شايف انه مؤثر يعني بنسبه 70 ل 80%. يعني هو كان قوه ليفربول في النقطه دي، هو قوتها وكل حاجه، وليفربول لما يبقى فايق صلاح لما يبقى فايق ليفربول بتفوق. بس هي الفكره كلها مش صلاح بس اللي فايق، هو كل اللعيبه زي ما قلنا كلهم مش فايقين. برضو انا مش بتفائل في صلاح في السنه اللي بيبقى فيها افريقيا. يعني انا بما اني بلعب فانتزي برضو، فالسيزون بتاع صلاح اللي بيبقى فيه افريقيا صلاح بيبقى مختفي فيه او مش بيحقق يعني الارقام اللي بيحققها كل السنين. فالسيزون ده انا كده ما بحطش امل كبير على صلاح فيه. هو لسه نايم لحد دلوقتي ما اشتغلش فعلا. هنشوف بقى بعد التوقف في الدوري ايه اللي هيحصل. المفروض مصر خلاص كسبت النهارده وصعدنا كاس العالم، فالمفروض فتره اصلا التوقف ده مفيش حاجه مهمه قوي للمنتخب بتاعنا، فالمفروض هو يرجع. بس زي ما قلت لك، لا هو مش فكره صلاح بس، هي فكره الكيمستري بين اللعيبه محتاجه تلعب مع بعض اكتر. دي حقيقة. حبيبك ليه جوارديولا بقى؟ لا انا بعشق اصلا جوارديولا في الاول تدريبيا. جوارديولا بالنسبه لي رقم واحد من احسن المدربين. طريقته في الملعب بتعجبني جدا، طريقه الاستحواذ. لما جالنا البايرن برضو للاسف كنت زعلان عليه جدا ان هو ما كملش معانا اكتر من سنتين، والاداره مشيته بسرعه لان الاداره عندنا ما بتصرفش. اصل افتكرت هو انا كل ما اقول البايرن انا كل ما اقول البايرن هتقعد تضحك. انا مش افتكرت جوارديولا افتكرت جوارديولا لما راح البايرن بس وراحوا كلوا 4 عندنا وبتاع في الشامبيونز ليج. اشجار ذكريات بقى، فلاش باك. ما علينا، سيبك بالله بيقولوا رضوان. لا كنا بنتكلم في ايه؟ في ان البايرن قوي جدا. كمل. لا مش البايرن قوي جدا، كنا بنتكلم ان جوارديولا هو ان انت كان عاجبك. انا كنت زعلان عليه جدا في البايرن ان هو ما كملش معايا اكتر من فتره. بس انا عارف الاداره بتاعتي في البايرن ما بتصرفش، مش زي اداره السيتي اللي هو اول ما جت دفعت له ملايين. هو كان برضو بيخش مشروع بيصرف الصراحه جوارديولا، بس بناء عليه بيقدم لك في الملعب لعبه كويس، بيطلع لك طريقه حلوه، بيعمل لك شخصيه للفرقه. يعني السيتي قبل جوارديولا برضو غير بعد جوارديولا السيتي سيطروا على الدوري شويه. دلوقتي اي حتى هم واقعين، اي فرقه بتروح تلعب السيتي عارفه قوه السيتي. عشان كده انا بحب تدريبيا بحب جوارديولا قوي الصراحه. تاني حاجه بقى اللي حببني فيه اكتر الفتره الاخيره المواقف الانسانيه اللي هو بيعملها الصراحه، ودعمه لاخواتنا في غزه. فده برضو من الحاجات اللي حببتني في جوارديولا قوي الفتره دي. بالنسبه بقى للسيتي يا مارك، يعني احنا خلصنا كلامنا عن جوارديولا ومدى حبي ليه. السيتي بقى بالنسبه لي في اول السيزون هو ابتدى بدايه متعثره. كنت الصراحه زعلان عليه لان انا برضو بميل شويه في الدوري الانجليزي للسيتي او بحبهم شويه. كنت زعلان انه كنت خايف ان هو تبقى بدايه السيتي زي السيزون اللي فات ويبدا يتعثر فيغيب فيبعد فبعد كده ما يعرفش يعوض. لانه السيتي عنده الفتره اللي هي ال3 شهور اللي في الاخر ديت بتاعت الشهر 2 و3 بيجمع فيهم على طول وبيسبق كل الفرق. بس السنه اللي فاتت ما عرفش يعملها لان الفرق كان بينه وبين ليفربول كبير. بس جينا بقى للدبابه هالاند. هو يعني السيتي حتى لو كان اداؤه متعثر، الهالاند السنه دي عامل فورمه مش طبيعيه. هالاند بيخش كل ماتش جونين بالثلاثه بجون، فاهم؟ مفيش ماتش ما سجلش فيه دلوقتي السنه دي لحد الا ماتش توتنهام تقريبا بس ما سجلش فيه. هو عامل فورمه مرعبه. الطبيعي بتاعه ده يعني مش ممكن. لا هو شايل السيتي يعني السيتي لما بيبقى محتاجه في الماتش هو هتلاقيه موجود. ليه في الماتش اللي فات مثلا بتاع نوتنجهام، لو تتفرج على الجون بتاعه بتاع برينفورد الجون بتاعه كرة، يعني كرة جوارديولا لعبها حلو وكل حاجه، بس هو داخل حرب فيها كتف ويضربه مش عارف ايه. اول ما جت قبل ما تطلع حضرتك جون، فهالاند عامل فورمه حلوه. جوارديولا رجع الفرقه تاني، او الفرقه بتاعت السيتي رجعت تاني بعد ما كانت بعيده. وبرده تعثر ليفربول خلاهم يقربوا في النقط. هي بقت دلوقتي فرق بينهم نقطتين او 3 بس على الصداره، فهي رجع تاني هتنافس. انا شايفها فرقه قويه لما السكواد بقى يكمل، مرموش يرجع من الاصابه يبتدي عنده لانه هو دلوقتي ثابت على التشكيل مش بيبدل كل ماتش. لكن اللي عايز اتعمق فيه اكتر بقى في الكلام او اللي عايز اتكلم عليه بشكل سريع او اللي انا مستغربه ارتيتا يا باشا. ارتيتا احنا بنتكلم. طب معلش قبل ما تخش في ارتيتا عايز اقول لك حاجه صغيره بس. ايزاك مش نجم. ايزاك انت يا تسمع بعد ايزاك نجم ولا مش نجم؟ ايزاك 23 جول في الدوري الانجليزي نجم. ايوه لعب سيزون واحد في حياته عدل يعني. السيزون قبلها كان برضه من قبلها عمل ايه؟ قبلها كان من هدافين الدوري. لا ده جاي من دورتموند يا اسطى، الدوري الالماني. مين ده؟ ايزاك. ايوه كان في دورتموند. معرفش الدوري الالماني بقى. يعني ماشي خلاص انا بس حبيت اقول ان هو مش نجم، لعيب. لا انا بالنسبه لي نجم. خش في ارتيتا يلا. ارتيتا بقى باقي له بنتكلم في 3 سنين دلوقتي مع ارسنال او 4 سنين تقريبا. كل سنه حجه الارسناليه كان دايما يقول لك ايه؟ هو لسه بيبني فريق. عدينا اول سنه، جينا تاني سنه هو برضه لسه بيبني فريق.
عدينا تاني سنه. طب هناخد الدوري امتى؟ ارتيتا السنه دي بقى انت معاك سكواد كامل مكمل مجهز من كل النواحي، اقوى خط دفاع في اوروبا، يعني الوحيد اللي بينافسك عليها ممكن PSG شويه. روما لا بعيد روما اقوى خط روما دي اللي انت قلتها في الاول. لا روما لسه فاهم، عشان ما نزعلش حد مننا يعني، عشان انا بحب السؤال، بس روما دي ربنا يكون في عونهم يعني، اخر السيزون هنشوف. لا اقوى خط دفاع طبعا ارسنال، تيمبر، كالافيوري، بتتكلم عن جابرييل على صليب. 4 مدافعين ضيف عليهم بقى لويس كيلي باك شمال قاعد، اللي هو من احسن اصلا باكات الشمال، اللي هو فرقه زي ليفربول بتتمناه اصلا. واحد على اليمين بين وايت اللي هو عامل اداء جبار 3 سنين مع ارسنال، وايت قوي جدا الصراحه. تيجي تلاقي الواد المسكيله الجديد المدافع عالمي عالمي، لعب اول ماتشين لما كان جابرييل مصاب، عالمي يعني. انت عندك خط دفاع بالاحتياطي بتاعه حلو جدا فعلا. معاك اقوى فرقه دلوقتي، معاك ايزي في خط النص، معاك رايس، معاك زوباميندي، معاك هو قوي جدا ساكا، معاك جيوكيرز فاهم، مع انه لسه ما اشتغلش لحد دلوقتي. معاك سكواد كامل، فما ينفعش تجي لي اخر السنه تقول لي انا مش عارف اخد الدوري الانجليزي. ارتيتا بالنسبه لي ما خدش الدوري الانجليزي، ما كسبش الدوري الانجليزي السنه دي، فشل 100%. ده فشل صريح ولازم يمشي. جاء وقت ما كان اللي يجي يعرف ياخد الدوري بالفرقه دي، يعني انت بنيت الفرقه تمام، بس جاء الوقت ان انت ايه، اجيب حد يديني الدوري ده. صح. ده بالنسبه لارسنال او ارتيتا، وبالنسبه لكلامي عموما على الراي ده. انا عايز اسمع رايك انت بقى في ارسنال، عشان دي الحاجه اللي بتنرفزني الصراحه. انا ابدا اولا عاجبني دفاع ارسنال جدا جدا جدا. انا شايف من اقوى خط دفاعات في اوروبا بعد روما. يا عم هربت لك روما يا عم معلش شفتها امبارح بس. فلا خط دفاع، ما هو فعلا هو داخل فيه 3 اجوان تقريبا دلوقتي في الدوري الانجليزي، وانت لعبت مانشستر سيتي ولعبت ليفربول ولعبت مانشستر يونايتد، فانت مخلص 3 ماتشات تقال من الماتشات. ارسنال عندها فرصه حلوه جدا، الاربع او 5 ماتشات الجايين بتوعها سهلين جدا. عندها تقريبا فولهام او لعبه فولهام، عندها ويست هام تقريبا، وعندها ساندرلاند، وعندها استون فيلا، وعندها 5 ماتشات سهلين جدا، فسهل تاخد منهم نقط كتير قوي، او سهل تكسبهم كلهم اوريدي يعني. فانها تبقى الاول في 4-5 ماتشات جايين، هي هتعمل كده، دي اضمنها 100%. فانا والسكواد بتاع ارسنال يساعدهم على كده. خط هجومهم مرعب. ارسنال يعني ارسنال الواد مروان سري دايما يقول لك على جوكيرز ده جاموسه. والله ده يقول لك عليه جاموسه، داخلين تقريبا ما بيسجلش حد. لا داخلين 14 جون تقريبا، خط دفاع خط هجومهم داخلين 14 جون، داخل فيهم 3 اجوان. فبعد سيتي هي ارسنال اقوى خط هجوم، لانها بتدخل وبتعرف تجيب اجوان. دي ساكا، عندك مارتينيلي، عندك لوسار، عندك ايزي، عندك يوكيرش، فانت اللعيبه عندك لا حلوه وكويسه. فانا توقعاتي ان ارسنال تفنش اول دوري. لو ما خدتش الدوري، لو ما خدتش يبقى التجربه ما نجحتش زي ما انت بتقول. انا متفق معاك جدا. طبعا التجربه ما نجحتش. انت عندك سنه في الثانيه في الثالثه في الرابعه، انت هتستنى ايه؟ يعني في كام 4 سنين تاني هتجربهم تاني فيهم. اللعيبه انت اللي بتختارها، التشكيل انت اللي يعني كل حاجه تبع المدرب، فاهم؟ الاداره مش مالهاش حاجه. فانا بالنسبه لي ارسنال تفنش اول مستريح قوي الدوري ده. سكواد زي ده بالنسبه لي اصلا ياخد ابطال كمان، يعني بس احنا عايزين الدوري بس. يعني هات الدوري بس، الابطال له قصص ثانيه يعني. بس انا ارسنال بالنسبه لي تفنش اول. انت ايه رايك في حوار ارسنال؟ ارسنال الصراحه انا متفق معاكم في اللي انتوا قلتوه 100%. ارسنال السنه دي لو ما خدتش دوري يبقى في حاجه غلط. تشامبيونز ليج شايف لسه شويه، لان اللعيبه ما عندهاش خبرات كتير، يعني كل اللعيبه ما فيش اي حد عنده خبرات في الشامبيونز ليج. فانا شايف الدوري ابطال صعب عليهم الصراحه، وما اعتقدش ان فرقه زي ارسنال هتعرف تنافس على الاثنين. يعني انا عايزه يركز في الدوري عشان هو لو نافس في الدوري ودوري الابطال هيقع. بس السكواد يساعد. السكواد يساعد الصراحه، السكواد يساعد، بس لا ما اعتقدش ان هم عندهم بس انت عارف الابطال بيمشي ماتش بماتش، بس ارتيتا طبعا بس بالظبط. فانا حبيبي سيبك دوري الابطال، ده كبير عليك دلوقتي، ركز في الدوري الانجليزي. ما تقولش كده، الناس في ناس بتشجع ارسنال كتير هيزعلوا منك. لا مش قصدي والله، لا دوري الابطال ماشي عشان ياخدوا اول دوري ابطال بقى، يعني ربنا معاهم ويساعدهم، بس يركزوا في الدوري. انا بجد شايف ارسنال بجد السنه دي عامل سكواد مش طبيعي، سكواد من كل ناحيه، باكات، دفاع، خط نص، هجوم، مش ممكن بجد. الفرقه جوكيرش انا عارف ان هو صفقه كويسه جدا، بس هي لسه برده ما قالتش. جوكيرش برده انت جاي في الدوري البرتغالي، جاي برده نجم. انت نجم، كلمه نجم بتضايقك، جاي مهاجم كويس، يعني مهاجم حلو مش زي إيساك، مهاجم كويس يعني عشان انت قدام النجم. فهو جاي مهاجم كويس جدا. بس طبعا لسه ما قالش حاجه، يعني بيحجز، بيضغط، بيساعد الفرقه، بس انا مش جاي حد يعمل لي كده. انا جاي واحد يجيب اجوان يفنش. انا عايز هالاند، عايز ايزاك، انا عايز ناس زي دي. ده لازم ارسنال، ودي كانت اكبر مشكله في ارسنال السنين اللي فاتت، من اول بقى هافرتز وكده.
بس كمان شايف ان الوينجات الصراحه السنه دي كويسه جدا. مارتينيلي طول عمره مؤثر بشكل كبير جدا، لا مارتينيلي السنه دي ظهر في اغلبيه الماتشات الكبيره، بينزل يحط بينزل بيظهر لك. غير بقى انت عندك تروسارد، غير صفقه ايزي مش طبيعي. ايزي الماتش بتاع مانشستر سيتي ساكا، عمل ثرو مدويكي. بس. مدويكي لا هننسى واوديجارد إتصاب. وساكا لا بجد انت عندك فرقه مش شايف فيها اي غلطه. ولو حد لو انت على فكره ما اوديجارد قعد فتره كبيره مصاب وما حسيتش بفرق، رجع. لا انت الفرقه انا شايفها كويسه جدا جدا الصراحه ومفيش اي حجه. وانا برضو شايف ان هم اكتر فرقه مرشحه ان هي تاخد البريمير ليج. يعني ده بالنسبه لي ان ارسنال هي النمبر 1 دلوقتي. بس طبعا لسه هنشوف الماتشات يعني، بس انا حاسس ان هي بمناسبه الماتشات الجوله الجايه في عندنا ماتش قوي اللي هو هو ليفربول يونايتد. ليفربول ومانشستر هتيجي يونايتد. نتوقعه مع بعض كده يعني. انت الماتش ده انا ما اتكلمناش عن ماشي. النادي الجديد، ممكن نتكلم يعني بعد كده. اعتقد ان احنا على الثلاثه بعد هنقول كده. ليفربول بس يلا بقى. لا السكور نشوف السكور؟ حد هيجيب السكور صح. ماشي ابدا. انا بالنسبه لي الماتش على ارض مين بس حد ليفربول. ليفربول في الاداء الوحش ده. يونايتد برضه يونايتد تعبان الصراحه قوي. بس خلي بالك يونايتد عايز اقول حاجه، يونايتد بتظهر في الماتشات الكبيره. يونايتد مع ارسنال 1-1 ده كانت احسن في الماتش. يونايتد مع تشيلسي، يونايتد مع تشيلسي كانت برضه كسبت. ما تاثرش على بس. التوقع بتاعي. انا هقول لا انا بعد كل الكلام ده هقول ليفربول برضه يعني انا مش هجود 2-2. 2-2. طب هو ده انا مش هتاثر. لا أما لو اتأثرت كنت عملت إيه؟ ده كان توقعي يعني. وانت شايف ايه؟ لا ليفربول هتكسب. ممكن تكسب 2 مثلا. 2-1 2-0. 0. لا ليفربول هيدخل فيها جول. انا شايف 3-1 ليفربول. هو دفاع ليفربول لازم يدخل فيه 3-1 ليفربول. بس انا عامل على ان هم صلاح جولين وايزاك جول. صلاح وايزاك. قلت كام؟ 3-1 صلاح جولين وايزاك جول. انا ممكن اقول 2-0. صلاح جولين وايزاك وانت جول. حبيبي 2-2. انا 2-2 ماشي. او 2-1 بس هو 2-2 ماشي 2-2. ماشي احنا هنعمل التوقع ده على ايزاك. اللي هيكسب يبقى ايزاك نجم. اللي هيكسب يبقى ايزاك مش نجم. اللي يكسب بقى هو اللي يحدد الجول اللي مش اللي بنلعب على شرف الواد يعني. تمام. يا جماعه والله كانت قاعده جامده الصراحه وقاعده رايقه. ايوه دي يا جماعه كانت قعدتنا. يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم ونشوفكم في قعدات كتير جايه. سلام.